عمرك تخيلت إن في كائنات بتعيش حياتها كلها من غير ما تشم نفس أكسجين واحد؟ إحنا كبشر لو اتقطع النفس عننا 3 دقايق ممكن نموت، لكن الغريب إن في مخلوقات على كوكبنا بقالها ملايين السنين عايشة من غير ما تحتاج أكسجين خالص. الكائنات دي العلماء بيسموها لا هوائية، وبيتم تقسيمهم لنوعين: لا هوائية إلزامية، دي بتموت لو تعرضت لأكسجين. لا هوائية اختيارية، تقدر تعيش بالأكسجين أو من غيره. طيب إزاي بيجيبوا طاقة؟ إحنا عندنا الميتوكوندريا بتكسر الجلوكوز بالأكسجين وتدي خلية طاقة. أما الكائنات دي فبتعمل حاجة اسمها التنفس اللاهوائي، تستبدل الأكسجين بعناصر تانية زي الكبريت، النيتروجين أو حتى الحديد. أشهر مثال البكتيريا اللاهوائية اللي بتعيش في أمعاء الإنسان، ودي بتساعدنا نهضم الأكل ونستفيد منه، يعني من غيرهم صحتنا هتتلخبط. والأغرب من كده إن في سنة 2010 العلماء اكتشفوا أول حيوان على الإطلاق ما بيستخدمش أكسجين، طفيلي صغير بيعيش في لحم سمك السلمون، والمفاجأة إنه ما فيهوش ميتوكوندريا أصلاً، وبيستخدم طريقته الخاصة لإنتاج الطاقة. وفي أعماق المحيطات عند الفتحات البركانية في كائنات دقيقة بتستمد طاقتها من الكبريت اللي طالع من باطن الأرض. يعني حتى في أماكن البشر مستحيل يعيشوا فيها تلاقي الحياة موجودة. السر ده بيخلينا نفكر، لو عندنا كائنات عايشة من غير أكسجين هنا على الأرض، يبقى فكرة إن في حياة في كواكب تانية مش مجرد خيال علمي. يمكن فعلا نلاقي كائنات في الفضاء عايشة بطرق مختلفة تماما عن اللي نعرفها. والسؤال هنا، يا ترى لو اكتشفنا حياة في كوكب تاني هتبقى محتاجة أكسجين زينا ولا عندها سر تاني مختلف؟